الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع اليوم: الحبيب المصطفى يأمرنا أن نتذكره دائما أينما كنا وحيثما كنا، ونحن الكثير منا يخشاه ولا يريد الحديث عنه وفيه، ولا يريد أن يتذكره، بل يعمل كيما النعامة قدامه. النعامة ما معروف عنا تحط جناحها على راسها باش ما تشوفش الصياد، باش في بالها هو ما يراهاش. نحن كثير من الناس ما تحبش الحديث عن هذا الموضوع، لأنها في تصورها إذا هي ما تتحدثش عنه هو ما يدركهاش. الحبيب المصطفى أمرنا أن نذكر هذا الموضوع وأن نتحدث فيه دائما وأبدا، حيث قال صلى الله عليه وسلم: اذكروا هادم اللذات ومفرق الجماعات. والمقصود بهادم اللذات الموت، والحديث إن شاء الله عن الموت. وهنا بعض السادة المشاهدين يقولوا: بسم الله رسول الله، ما خيب فاله، نحن الآن وصلنا للعشر الأواخر وأيام ليلة القدر وأيام أفراح وكذا، ويذكر فينا بالموت. ليه؟ نقول: هذا قول من؟ هذا قول الذين ينظرون إلى الموت نظرة سلبية، لأن النظرة إلى الموت نظرتان: النظرة السلبية والنظرة الإيجابية. النظرة السلبية تصدر عن من؟ عن الذين يعتبرون أن الموت نهاية، أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر وانتهى الأمر. ولهذا هذا شبيه يذكر فينا باللحود وبالتراب وبالقبر ونحن في أيام فرح. لا، عندنا النظرة الإيجابية اللي تعتبر الموت هو بداية وليس نهاية. بداية ماذا؟ بداية الحياة الحقيقية. لأننا معشر المسلمين هذه الحياة الدنيا نعتبرها مطية، نعتبرها طريق، نعتبرها وسيلة للوصول إلى الحياة الحقيقية، الحياة الدائمة، وهي ما بعد الموت. وما بعد الموت إما وإما مفترقان كبيران: إما مفترق أهل اليمين الجنة وما أدراك ما الجنة والحمد لله نرجو أن نكون منهم، أو الأخرى التي نسأل الله أن ينجينا وينجيكم منها إن شاء الله. وبالتالي نحن عندما نذكر الموت نذكر ماذا في حقيقة الأمر؟ نذكر ما بعد الموت. ما بعد الموت كما أشرنا الحياة الدائمة. هذه الحياة هي التي ينبغي أن نعمرها، هذه الحياة هي التي ينبغي أن نسعى أن نهيئ لها، هذه الحياة هي التي ينبغي أن نعطيها من جهدنا ووقتنا وكل طاقاتنا لتكون هي الحلوة وهي الجميلة وهي الحسنة. ولهذا قال ربي سبحانه وتعالى على لسان المشركين لما تقف الزنقة للهارب، ولما يقع يوم البعث، ولما يراوا ما وعدوا به من جنة ونعيمها ومن نار وعذابها، لما يراوا هذا ايش يقولوا؟ يقول المشرك: يا ليتني قدمت لحياتي. عجب أيها السادة، هنا في الحياة احنا تو. علاش يقول يا ليتني قدمت لحياتي؟ لأن الحياة هذه مش هي الحياة الحقيقية، مش هي الحياة التي لها معنى عند الله عز وجل. هذه حياة زائلة، وإنما الحياة الحقيقية التي سنكتشفها بعد الموت وعند البعث هي التي ورد فيها على لسان المشركين: يا ليتني قدمت لحياتي. أيها السادة الكرام، عندما نتذكر الموت ويعني نؤمن بأنه حقيقة لابد منها،
هذا الشيء يتطلب منا أنه ناخذ ركن في مسجد أو في بيت ونبقى نذكر ونسبح سبحتنا في دينا ونحن ما نطلق الحياة بالثلاث لا، هذه النظرة السلبية التي لا يريدها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد إذا تذكرنا الموت فإننا سنذكر ما بعده، فهل عمرنا ما بعده؟ ما رصيدنا فيما بعده؟ إذا انتبهنا إلى أننا مطالبون بتعمير ما بعده وإثراء رصيدنا فيما بعده، فلنسارع. هل نسارع إلى الله سبحانه وتعالى بتعميره كيف؟ الآن فصل رمضان، الآن العشر الأواخر، الآن المطلوب منا إطعام جائع، مداواة مريض، كسوة عار، هي أفضل ما نتقرب به إلى الله في شهر رمضان عموما وفي العشر الأواخر خصوصا. أفضل ما نتقرب به إلى الله إسعاد المحتاج، إسعاد المسكين، بسمة نعيدها لوجه حزين، طمأنينة ندخلها على قلب يائس، إطعام فم جائع، إطعام بطن جائعة، كسوة عار ودواء مريض. هذا ما معنى نتذكر الموت؟ نتذكر أننا ماذا قدمنا لما بعد الموت، ماذا سيكون رصيدنا هناك. وبالتالي عندما يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتذكر الموت يأمرنا بأمرين اثنين: أولا أن هذا الموت لو سيأتي بغتة، أن هذا الموت سيتخطفنا في لحظة قد تكون حاسمة بالنسبة إلينا، وهذا هو الشطر الثاني من الحديث ومفرق الجماعات. قد يأتينا في لحظة فرح لا نتوقعها، نحن في خضم عرس ونتهيأ للعرس وإقامة الأعراس ويتخطف منا الموت. أهم عنصر في المجموعة هو العريس أو العروسة. نحن نحتفل بليلة نجاح ابن في البكالوريا، ووقعت عندنا في حينا هذا مرة أو مرتين، نجح في البكالوريا وخرجت النتائج وعلم بنجاحه الباهر، ثم ترك أهله في البيت وقال لأمي سأذهب مع أصحابي وأعود، فعاد في صندوق، وقد دهمته ودهسته سيارة وهو يجري في غمرة الفرح، يعني لم يعد يشعر بما حوله ولا بمن حوله. في اللحظة الحاسمة قد يخطف منا الموت. إذن لابد أن نفهم هذا وأنه يأتينا بغتة. الأمر الثاني: ماذا سنحمل معنا؟ ماذا سنحمل معنا؟ نحمل معنا من العبادات فهل حملنا؟ ومن المعاملات فهل فعلنا؟ من العبادات الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا: الباقيات الصالحات، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. خير عند ربك ثواب. ما هي الباقيات الصالحات؟ ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: هي التحميد والتهليل والتكبير والتمجيد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بكل واحدة من هذا لك غرس في الجنة وغراس في الجنة. من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله غرست له نخلة في الجنة. أكثر أو قلل ما شئت أنت من هذا الغرس. يجوك بعض الناس الآن في رمضان ويقول لك: لا والله ما عنديش وقت، هاني قالق، هاني نوسع في بالي، قطع ويريش، غيبة ونميمة أو أشياء أخرى. إذا كان في رمضان لا نجد وقتا لمثل هذه التسبيحات، متى نجد لها وقتا؟ متى نجد لها وقت؟ إذا لم نفز بالغراس، غراس الجنة في رمضان، متى نفوز به؟ هذا في جانب العبادات. الاستغفار الذي نستسهله، ماذا يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: من لازم الاستغفار واظب عليه، من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقبل هذا قال تعالى في سورة نوح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. شبيه كان غفارا رب؟
ننتظر أن يقول لنا يدخلنا الجنة وبعدنا عن النار، لكن الله عمل تحويلة أخرى. ما أروع هذا القرآن، ترك الجنة والنار والسماء وهبط بنا إلى الأرض. فقال تعالى: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، المطر الماء اللي هو أصل الحياة، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الجنة هنا بمعنى البستان، مش الجنة اللي ضد النار. وبستان بلاش ما يصلح ما يصلحش، ولهذا ربي يعطينا النعيم: ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. هذا جانب نذكر به الموت، نعمر به ما بعد الموت. الجانب الآخر: أفضل الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على قلب مسلم، تكشف عنه هما أو ترفع عنه غما أو تقضي له حاجة. نحن إذ نذكر الموت مش باش نحزن ونبكي، إذ نذكر الموت نخرج لمجتمعنا، نمد يد العون للمحتاج ونمد يد العون للمسكين، نتصالح مع هؤلاء ونتصالح أيضا مع بيئتنا، كما ذكرنا في حلقة ماضية أن نتصالح مع البيئة بالحفاظ عليها وبتنظيفها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إماطة الأذى عن الطريق صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. فنحن إن نذكر الموت نشمر عن ساعد الجد، نخرج للعمل النافع، للعمل المفيد، للعمل الذي يعود بالخير على الآخر وعلى المجتمع. بعض الناس لا يرون الخير إلا في قيام، إلا في ركعات يأخذها من ليل أو نهار. هذه يا سيدي خير لكن لك وحدك، فما الخير الذي قدمته للآخرين؟ المسلم ليس الذي يعيش لذاته، المسلم ليس الذي يحيا لنفسه، المسلم هو الذي يعيش لغيره، المسلم هو الذي يكون كالشمعة تحترق لتضيء على الآخرين. ولهذا ورد على لسان المشركين يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي. فماذا قدمنا لحياتنا أيها السادة؟ والمقصود مرة أخرى، المقصود بالحياة ليست هذه الحياة الدنيا، هذه زائلة، هذه لا قيمة عندها، نتقاتل لأجلها ولا قيمة لها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان مارا ذات مرة مع صحابته الكرام، ماذا وجدوا يعني شاة قيل أنها جدي يعني ميتة جيفة نتن. فتوقف عنده الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لصحابته الكرام بعد أن أخذ هذا الجدي من ذيله وأشار به إلى الصحابة وقال له: من يشتري هذا بدرهم؟ قالوا له: يا رسول الله والله لو أعطيتنا إياه وزدتنا فوقه درهما وعشرة ما أخذناه. قال صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون على الله من هذا عندكم. الدنيا بكلها التي نتقاتل من أجلها ولأجلها ونتكالب عليها عند الله لا تساوي جدي ميتة جيفة نتن، الحياة الحقيقية التي نقف عندها. ولهذا أيها الأحبة نحن إذ نذكر الموت نذكر كل هذه المعاني. نحن إذ نذكر الموت فالموت دافع، الموت دافع إلى فعل الخير، دافع إلى حب الخير، دافع إلى النفع في المجتمع، دافع إلى أن يكون الإنسان فعال ومجدي ولا أن يعيش على هامش الحياة، أن تكون له الكلمة الطيبة والحركة الطيبة والفعل النبيل. هذا ما يدفعنا الموت. من هنا أيها السادة هل يحق لنا أن نذكر الموت في هذه العشر الأواخر؟ أقول بالتأكيد نعم يحق لنا. لماذا يحق لنا؟ حتى نجتهد أكثر في هذه العشر الأواخر في جانب العبادات الباقيات الصالحات، نشغل أوقاتنا كلها بذكر وتسبيح وتهليل وتكبير وتحميد وصلاة على الحبيب المصطفى، ونسخر إمكانياتنا في فعل الخير كل حسب قدرته وحسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الصادقين الصالحين المخلصين له سبحانه وتعالى. تقبل الله صيامنا وقيامنا وخالص أعمالنا، وإلى حلقة أخرى إن شاء الله، شاهية طيبة للجميع.